أهلا بيكم أصدقائي الأوفياء في قصة جديدة عن حياة فنانة وأول مخرجة ست في السينما المصرية. إزاي رفضت الرئيس أنور السادات. مسيرة فنية طويلة لا يعرفها الكثيرون عنها، فتابعونا. لا تنسى دعمنا بالضغط على الإعجاب وزر الاشتراك وتفعل الجرس للكل ليصلك مني كل جديد. أهلا بيكم. أمينة محمد هي مجموعة متكاملة من المواهب الفنية، بالرغم ان بنت اختها الفنانة الكبيرة أمينة رزق اتفوقت عليها في التمثيل، الا انها كانت سابقة عصرها في الزمن اللي كانت فيه، وكانت عندها اراء مختلفة وتفوقت في مجالات كتيرة. موهبة فنية المؤرخون وصفوها ان هي مجنونة، زي ما بيقولوا الفن جنون. هي من مواليد 25 مارس 1908، كانت بمحافظة طنطا. خالة الفنانة أمينة رزق كانت بتكبرها بسنتين فقط. اتولدت في أسرة مفككة، أم وأب منفصلين عن بعض، عشان كده عاشت في بيت أختها اللي هي بتكون والدة الفنانة أمينة رزق. جوز أختها هو اللي كان بيتكفل برعايتها وتربيتها. ارتبطت الفنانة بالفن من خلال حلقات الذكر اللي كانت بتتعمل في المسجد السيد النبوي، وعروض السيرك والمسرح والمولد اللي كانوا موجودين بكثرة في طنطا. في يوم اجى الفنان عزيز عيد ومعاه الفنانة روزا يوسف عشان يقدموا عرض مسرحي في طنطا. الطفلة الصغيرة أمينة اتشدت للعرض لدرجة ان هي متحركتش من مكانها خالص. ده الامر اللي خلى عزيز عيد طول تقديمه للمسرحية ما شالش عينه من عليها. كمان اخدها معاه في دور صامت في المشهد الاخير للمسرحية بعد موت جوز اختها اللي كان بيرعاها. اقترحت أمينة على أختها إن هما ينتقلوا للقاهرة، وفعلا انتقلوا في حي روض الفرج. كان في الوقت ده مليان بالمسارح وصالات السينما. التحقت هي وأمينة رزق في مدرسة ضياء الشرق الابتدائية الموجودة في عابدين. بعدها اتخرجت واشتغلت في البداية في مجالات بعيدة عن الفن، سكرتيرة في سفارة بولندا، إلا إنها كانت بتتقن اللغتين الإنجليزي والفرنساوي. بعدها اشتغلت في الصحافة، بالتحديد كان في مجلتين، روز يوسف والصباح. حبها لعالم الفن ده اللي كانت بتحلم بيه وهي صغيرة دخلت للتمثيل وأخدت معاها بنت أختها أمينة رزق. كانت في البداية أمينة رزق ما كانتش بتحب التمثيل ولا يخطر على بالها، هي دخلت بس مع خالتها في البداية بسبب ضيق المعيشة. التحقت بفرقة علي الكسار كمنشدين، قدمت الكثير من العروض المسرحية مع فرقة بقى روض الفرج، مع فرقة فاطمة وأنصاف ورتيبة رشدي. بعد كده التحقوا في فرق المسرح القومي مع زميلتها زينب صدقي وفردوس محمد. كانت هي وأمينة رزق من ضمن المنشدين اللي كانوا بيغنوا قدام سعد زغلول لما رجع من منفاه الأول سنة 1924. بعد أكتر من فرقة مسرحية انضموا ليها، عرفوا إن فرقة رمسيس صاحبها الفنان الكبير يوسف بيك وهبي طالب مواهب جديدة. لما عرضوا موهبتهم على يوسف بيك اقتنع بيهم جدا، بس اقتنع بالأكتر بأمينة رزق لأنه كان شايف فيها موهبة فنية كبيرة، مش زي أمينة محمد اللي كانت ملولة بطبعها بالبلدي كده، يعني نفسها مش طويل وما عندهاش صبر ولا طولة بال. في وقت قليل أمينة رزق بقت نجمة المسرح والفرقة وأجرها وصل ل10 جنيه، وأمينة محمد فضلت زي ما هي وأجرها بس 4 جنيه. قامت اتمردت على يوسف وهبي وسابت له الفرقة. انضمت بعد كده لفرقة نجيب الريحاني، قدمت معاه العديد من العروض المسرحية. ومن الريحاني لفرقة بديعة مصبكي، بس ظهرت بقى في الفرقة كراقصة مش ممثلة. نجحت في الرقص جدا ولقبت بالراقصة الثعبانية، ويوسف وهبي لقبها بأمينة الحنش لأن كان ليها طريقة مختلفة بالرقص عن باقي الفنانين. شهرتها مع بديعة مصبجي خلتها تظهر في العديد من الأفلام السينمائية. كانت بتقدم دور الرقاصة دايما، وقدمت 4 أفلام لحد ما قررت أمينة إن هي تتجه للسينما. مش بس كده، قررت إن هي تفتح شركة إنتاج باسم أمينة، وقدمت أول فيلم كان غصن الدر اللي قدمت فيه وجه جديد هو الفنان حسين صدقي اللي ادته 5 جنيه، وهي مثلت قدامه دور البطولة وبقت مخرجة ومنتجة ومنتجة حتى الفيلم كله ما كلفهاش غير 17 جنيه بس، وكان ده رقم قليل جدا في الزمن اللي كانت بيمثلوا فيه الأفلام. قدمت العديد من الأفلام بنفس الطريقة، بتمثل وبتنتج وبتخرج وبتمنتج، وكانت بتعمل كل حاجة في الفيلم
بتكلفة قليلة عشان تكسب منه مكاسب كتير. كانت بتدور دايما على وجوه جديدة. رفضت الوجه الجديد محمد أنور السادات أو الرئيس السادات، كان طالب يمثل معاها في فيلم بعد ما عرف إنه كان بتدور على وجوه جديدة. لما راح لها الشركة عشان يقدم على عرض التمثيل رفضته عشان كان أسمر اللون، والممثلين في الوقت ده كان ملامحهم وشكلهم أجنبية بيكون لونهم فاتح. بعدها الرئيس أنور السادات ترك فكرة التمثيل وبعده رفض وركز بس في السياسة. مثلت أمينة محمد مجموعة من الأفلام اللي بتعتبر من تراث السينما المصرية، على سبيل المثال فيلم تاكسي وحنطور، فيلم 100,000 جنيه، الدكتور فرحات، بواب العمارة، شيخ الماضي، وجوهر. بعد فترة سابت مجال الفن خالص، ركزت بس في مجال التجارة. عملت مشاريع كتير، منها مشاريع كانت بتنجح وتحقق منها مكاسب عالية، ومنها مشاريع فشلت. أما حياتها الشخصية يقال إنها اتجوزت 4 مرات، من واحد تركي وعربي أمريكي إنجليزي، بس دول كلهم مش مؤكدين. الجوازة المؤكدة إنها اتجوزت من رجل أمريكي كان بيحبها جدا وكتب لها كل ثروته قبل ما يموت. 16 مارس 1985 ده اليوم اللي توفت فيه أمينة محمد عن عمر يناهز 77 سنة، بعد مشوار طويل من النجاحات في كتير من المجالات. انتهى الفيديو، لو عجبك متنسناش من اللايك والشير. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.